السلام عليكم. انتهى لقاء القمة بين بايرن ميونخ وريال مدريد بالتعادل، وبذلك يؤجل الحسم إلى لقاء الإياب في سانتياغو برنابيو. تعادل مثير، مباراة شاهدناها وكأننا نحضر مباراة من أيام الزمن الجميل. نعم، بايرن ميونخ وريال مدريد كانوا فريقين ثقال على أرض الملعب، مهما كانت ظروف ميونخ هذا الموسم، مهما كانت الصعوبات اللي واجهها، لكن شاهدنا فريق محترم. وبالتأكيد اللي شاف ميونخ اليوم بيحكي هذا الفريق كيف ضيع الدوري وبفارق كبير جدا. مباراة كانت ثقيلة على أرض الملعب، مباراة كان هناك أسباب لهذا التعادل، ومن هو المستفيد ومن اللاعبين اللي كانوا مؤثرين في أرض الملعب. كل هذا الكلام راح أحكي لكم إياه بالفيديو، إن شاء الله ما نطول عليكم. لكن قبل ما أحكي لكم عن هاي الأمور بدنا نتمنى منكم تتابعونا وتعملوا اشتراك، إن شاء الله قناتنا بتنال إعجابكم، وإن شاء الله يكون في شرح وافي للمباراة بشكل مميز. نبدأ مع بداية الشوط الأول، وبالتأكيد بايرن ميونخ بدأ الشوط الأول بشكل سريع جدا ودخل إلى المباراة وبأجواءها. وفي أول هجمة شاهدنا أنه بايرن ميونخ أضاع هدف عن طريق ليروي سانيه، وبالتأكيد بداية المباراة بتوضح لك أنه ريال مدريد كان يعلم بأنه ميونخ راح يبدأ بهذه الطريقة. ريال مدريد ركن الفريق إلى الخلف، وبالتأكيد كان عارف أنه أول ربع ساعة إذا عدت على خير المباراة راح تمشي بسلاسة وتمشي أمورها، وريال مدريد يعدي من مرحلة الخطر. لأنه أول ربع ساعة معروف أي فريق بيلعب على أرضه بيلعب بحماس، جمهور حاضر، وبالتأكيد هذا الشيء اللي شاهدناه. بعد مرور أول ربع ساعة فريق بايرن ميونخ الشيء المميز كان فيه هو السلاسة باللعب بين الخطوط. الشيء اللي كان سيء في ميونخ هو انه ليروي سانيه لعب على الجهه اليسرى وليست اليمنى اللي احنا متعودين نشوفه عليها، لانه كان هناك حركه ثقيله جدا من هذا اللاعب، وشاهدنا انه مش مرتاح في هذه الجهه اللي كان يلعب فيها، وموسيالا كان يلعب عكسه. هذا الشيء اللي حدث تغييره في الشوط الثاني اللي راح نحكي عليه كمان شوي. لكن كان هناك مشكله في وسط ملعب بايرن ميونخ. بايرن ميونخ كان عنده غوريتسكا اللاعب البطيء، لما كانت الكره بتخرج من الخلف ريال مدريد بعد اول ربع ساعه اصبح يخرج بالكره بشكل سلس، لانه اول ربع ساعه كنا بنشوف الضغط العالي بشكل مباشر من جميع اللاعبين ميونخ، وخاصة على مفاتيح الخروج بالكرة للاعبين ريال مدريد مثل كروس، تشاوميني، كان مباشرة يكون ضغط عليهم ولم يستطيعوا بالخروج بالكرة أول ربع ساعة. بعد أول ربع ساعة هديت الأمور، ريال مدريد أخذ زمام الأمور، بلش يطلع في المباراة شوي شوي. شفنا كروس بلش يتحرر، شفنا حركة كانت غريبة أنا ملاحظت عليها اللي هي ناتشو كان يبدل هو وتشاوميني. كان تشوف ناتشو ينزل إلى المحور وكان يعود إلى الخلف تشاوميني حتى يصير فيه شوي فكفكه للامور اللي كانت مضغوطه بشكل كبير جدا في نص الملعب من بايرن ميونخ. بعدها شاهدنا هدف هندسه كروس مهندس في ارض الملعب، عمل لقطه يعني كانت هي اللي بنحكي عنها فارق جوده على مين بدك تلعب، مين اللاعب الضعيف اللي بالملعب. وهذا الشيء اللي عمله فينيسيوس وكروس في اللقطه اللي كروس عمل باص ضحك فيه على كل لاعبين بايرن ميونخ. الصوره امامكم راح تشوف كم لاعب كانوا في وسط الملعب، منهم غوريتسكا السيء كان في الشوط الاول، وكيم من جاي هذا المدافع الكوري الجنوبي. طبعا احنا الاردنيين نعرفه بمباراه كوريا الجنوبيه ومنتخبنا، هذا مدافع يعني بصراحه مش طبيعي. اللقطه اللي عملها فيه فينيسيوس ما بيعملها ولد صغير بالحاره حقيقه، يعني ضحك عليه، اخذوا لنص الملعب سحبه مباشره، اعطى اشاره. بشوف اللقطه امامكم كيف الاشاره اعطاها هي كروس، لمحوا لفينيسيوس حط له الكره في المكان الصحيح بلمسه هندسه. بعدها الهدف ريال مدريد رجع اتسلطن، صار يمسك الكره بكل سلاسه. بنشوف انه في رتابه في الملعب، فريق ميونخ هدي في الملعب، لانه الضغط العالي الكبير جدا اللي كان يقدمه في بدايه المباراه ما يمشي مع هاري كين ومولر، لانهم لعيبه شوي ثقال برضه في ارض الملعب. ما بنشوف مولر ممكن يعمل ضغط عالي طوال وقت المباراه، وهذا شيء صعب عليه، لانه لما كانت الكره تطلع لنص الملعب كان هناك فراغات تصير، وهذا الشيء خاف ميونخ منه اللي رجع للخلف. انتهى الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء. في الشوط الثاني مباشره تدخل توخيل بتدخل تكتيكي مميز جدا، اخرج غوريتسكا وادخل جيريرو في نصف الملعب. جيريرو ظهير ايسر، لكن ادخلوا مكان مين؟ مكان غوريتسكا الضعيف والبطيء جدا في ارض الملعب. النقطه الثانيه شو عمل؟ قلب الجنحان الاثنين تاعين ميونخ، يعني موسيالا راح على الجهه اليسرى وشفنا سانيه راح على الجهه اليمنى. الاثنين اللي يرتاحوا، نعرف القدم اليسرى لما بيروح على اليمين بيرتاح بالمراوغه اكثر، لانه ممكن انت لما تلعب باليسار بتروح على اليسار مهمتك تكون هي فقط عرضيات وتسديد، لكن لما تروح انت بالرجل اليسرى انت لاعب باليسار بتروح على الجهه اليمنى بيصير عندك نسبه المراوغه تكون اعلى.
تطلعك الى المرمى اكثر، هذا بيكون احسن اريح للاعب اللي شاهدنا هذا الشيء. وهذا الفكره غيرها ميسي عشان نعرف، بس احنا هذا الموضوع ما بدنا نروح لميسي بس، لكن هو اللي عمل هذا الشيء. من طلع ميسي تغيرت هذه الفكره. لكن سانيه ارتاح في الملعب في الشوط الثاني، شفنا باول لقطه طلع راوغ سدد وحط الكره في الزاويه الضيقه وهدف عالمي بشكل رهيب جدا. هون من تغيير هذه اللقطه اللي بدي احكي عنها بشكل سريع، تغيير هذه اللقطه، شوف كيف اللقطه انه غير موسيالا وسانيه، واحد سجل هدف والثاني اخذ ركله جزاء مباشره، وجيريرو في نص الملعب خلى الملعب سهل، بيتناقل بالرجل اليسرى على اليمين ويرجع على اليسار بسهوله، لاعب بيلعب بالقدم اليسرى ونزل على نص الملعب لانه مش لاعب وسط، وحرك الجناحين يمين وشمال بكل سلاسه، وشفنا الملعب مرتاح، التنقل صار سريع بين الكرات. ريال مدريد شو كان نقطه ضعفه؟ ريال مدريد كان ناتشو وروديجر، اثنين كانوا قلوب دفاع بطيئين، كان في بيناتهم مساحات وكانوا بطيئين، والشيء اللي لاحظناه انه فاسكيز هو كان نقطة ضعف أيضا في ريال مدريد اليوم، إنه هذا اللاعب دفاعيا كانوا بيلعبوا عليه بشكل كثير، وخاصة موسيالا في الشوط الثاني أخذ عليه مكان وعدى منه بأكثر من لقطة، وشفنا إنه دفاعيا هذا لاعب معروف إنه لاعب على قد حاله دفاعيا، وغياب كارفاخال كان واضح بالتأكيد، خبرة كارفاخال وذكائه في الملعب بالتأكيد تأثر على هذا الشيء. تقدم بالهدف الثاني بعد خطأ من فاسكيز فريق بايرن ميونخ وأصبحت النتيجة 2-1. هون ريال مدريد بلش بده يلعب فكرة اللي هي انه انا بدي ارجع للمباراة، بدي العب بشكل سريع للامام. المشكلة ريال مدريد انه هو شوف يعني انشيلوتي في عنده مشكلة، يعني هو خلص ماخذ فكرة انه انا بدي العب بنفس الطريقة، انه بسكر دفاعاتي بلعب على المرتد. هذا الشيء انت ريال مدريد عندك القدرات انك تلعب كرة قدم امام اي خصم. هذا ريال مدريد كان متوازن الشوط الاول، شفنا بعد اول ربع ساعة توازن، لعب ورجع يلعب كرة قدم بشكل سليم، لكن انت عندك القدرات ليش ما بتلعب يعني؟ ليش دائما انت بتحاول ترجع للخلف حتى بتلعب مرتد على فينيسيوس ورودريجو؟ اللي شفنا اليوم دور بيلينغهام غير موجود، لانه لاعبين الوسط اصلا ما كانوا يتطلعوا على بيلينغهام بشكل جيد. يعني شفنا الخط الخلفي مثلا اللي بتطلع على تشاوميني وكروس وفالفيردي كان تطلعهم دائما انه بدهم يشوفوا رودريجو وفينيسيوس وين بيروحوا، ما بيشوفوا بيلينغهام وين يتحرك، وهذا الشيء اللي خلى بيلينغهام يخرج ويدخل مكانه ابراهيم دياز، وشفنا مودريتش دخل بالنهايه. وبالتاكيد ريال مدريد قدر يسرق هدف عن طريق رودريجو، اللي ضحكوا ايضا على كيم من جاي، جوريتسكا وكيم من جاي. كيم من جاي كان سيء في المباراه، كان سيء، يعني لو شفنا في المباراه ما حدا كان يروح على إريك داير ذكي، مدافع ذكي وقوي، ولاعبين ريال مدريد المهاجمين خاصه فينيسيوس رودريجو ما كان بيروحوا على إريك داير نهائيا، لا ما كانوا يروحوا عليه، كانوا بيروحوا على كيم من جاي. كيم من جاي ضعيف يعني. انت عندك اوباميكانو وديليخت خارج ارض الملعب هم افضل منه بشكل كبير جدا، وبالتاكيد رودريجو ضحك على كيم من جاي، اخذ الكره واخذ ركله الجزاء وسجل ريال مدريد هدف التعادل. انقضت المباراه بالنهايه، شعرنا بين الفريقين راضيين بالنتيجه، وفريق ميونخ بالتاكيد خرج بتعادل ممكن هو شايف انه كويس، وريال مدريد شايف انه كويس كثير. احنا شفنا انه ريال مدريد بالتاكيد انه يجيب تعادل خارج ارضه امام ميونخ امام ملعب صعب هي نتيجه مميزه بالنسبه له، لكن انا بشوف بايرن ميونخ عنده شيء ممكن يضرب فيه ريال مدريد في الاياب. بايرن ميونخ فريق بلحظات تشعر بانه فريق مش طبيعي، يعني تخيل مدح ريال مدريد قبل المباراه وحكى انه ريال مدريد ما بيشعرك انه يجي هدف، فجاه بيجيب لك هدف وبيسجل، وهذا الشيء اللي صار في هدف كروس الاول، الهدف الهندسي، الهدف اللي مش طبيعي، التمرير احلى من الجول والجول احلى، ما بتعرف شو بدك صراحه توصفه. بالتاكيد شفنا مباراه ثقيله، مباراه لعبت على اخطاء وجوده بعض اللاعبين، يعني شفنا مثلا تحكي فاسكيز، ناتشو، تحكي عن كيم مين جاي، جوريتسكا في ملعب ميونخ، شفنا هذا الشيء. كروس مش طبيعي يا اخوان، كروس هذا الموسم بتحس انه اول موسم له في تاريخه، لاعب خرافي جدا، كروس مش طبيعي يا اخوان. انتهت القمه وبالتاكيد الحسم في سانتياغو، هناك سيعرف من يتاهل الى النهائي، بالتاكيد الافضليه لريال مدريد لانه خارج ارضه بالتاكيد تعادل، لكن انا بشوف الكفه متعادله بشكل كبير جدا، وريال مدريد راى بانه التعادل بالنهايه افضل من انه يخسر، وميونخ ايضا قادر انه يجيبها من ملعب سانتياغو لكن ليس بسهوله. نتمنى منكم الاشتراك بالقناه وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، يعطيكم الف عافيه.